السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حباباتي جبت لكم وصفة بنينة سهلة واقتصادية نديروها في وقفة. قبل ما ننتقلوا للفيديو نروحوا نشوفوا. قبل دابيا ديروا لي اشتراك في القناة وتابونيو باش يكون عندنا اكثر متابعة، وما ننساوش دعم القناة باللايكات باش يطلع هذا الفيديو. اليوم جبت لكم حباباتي وصفة المشوشة بنينة 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 بالسميد، يعني للنافسة ولا للقعدة ولا كشقيوة تاع العصر ولا لوليداتك شي واحدة يجيك تضيف على غيلة. وسورتو الحاجة المفيدة انها ياكلوها صحاب الرجيم، ما يخافوش كامل لانها جد صحية. تابعوا معايا الفيديو للاخر راح تفهموا واش رانا نهضر. نسحقوا في الوصفة 4 حبات تاع البيض، ونسحقوا السميد 4 مغارف تاع السميد، ونسحقوا ليكستري فاني والملح وزيت الزيتون. كيما راكم تشاهدوا معايا درت انا 4 حبات، كل حبة بيض، 4 حبات بيض، كل حبة بيض مغرفة تاع السميد. هنا كما راكم تشاهدوا معايا انا درت ليكستري تاع لافاني، وانتم تاني تقدروا ديروا ليكستري تاع الفاني ولا واش عندكم النكهه اللي حبيتوا تاع القارص تاع التشينا اللي حبيتوها حباباتي. كما راكم تشاهدوا معايا درت هذيك ليكستري تاع الفاني، زدنا قرصه ملح بيان سور باش تجينا هذيك المشوشه تاعنا بنينه كما راكم تشاهدوا معايا. وما نساوش اللي نستعملوا بزاف هو زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون راح يعطينا بنه وخفه وطراوه للمشوشه تاعنا، وزدنا يعني تكون صحيه اكثر واكثر. نمزجوا كلش مع بعضها، كلش مع بعضها. وما ننساوش هنايا كنت ضفت هنا مع الاخر الخميره الكيميائيه. انا استعملت مغرفه كبيره فقط يعني، ونخلطوها. انا كنت ما درتهاش في الاول بصح درتها مع الاخر. وتشاهدوا معايا بعد ما نحلوا هذاك السميد كامل في المزج اللي عندنا. تبقى معايا نخبطوها بتاع الفوي واش عندك، ولا ما كاش كامل بالفرشيطه عادي تتحل معنا وتجيك تاني خفيفه. شوفوا معايا الفيديو كيما راكم تشاهدوا. انا مزجت مليح، ضربت هذاك السميد حتى تفتح الحبه تاع السميد وحدها وتجيك متماسكه ومتجانسه كامل. كيما هنايا هذه بزاف المشوشه نديروها بزاف للنفسات، نديروها للنفسات بزاف وياكلوها مع الصباح ولا قهوه العصر تاني، يعني بالعسل تاعك ولا كانت عندك العسل الحر ما كاش كيما هو اكثر صحي. هنا درت ضفت هنا معاكم مغرفه تاع الخميره تاع الكيميائيه. فوالا وانا نزيدو نخلطو تاني مليح باش ما تعطيناش هذيك البنه تاع تقعد تحرق كي تخليها مع الاخر ديكوم وهكذاك باش ما تبركسلناش. فوالا نخلطو كلش مع بعض. انا هذه الوصفه ما نستغناش عليها، وما نزيد نقول لكم باللي الوصفه تاع السميد خير من تاع الفارينه، اكثر صحيه وما تاكليها ما تخافيش منها. وتاع الفارينه تاني مليحه بصح هذه اكثر بنه واكثر خفه. كيما راكم تشاهدوا معايا نروحوا ننتقلوا للطياب تاعها. هنا بعد ما واش عندك درت المقله تاعي تسخن، درت شويه زيت زيتون، ولا عندك زبده تقدري ديري زبده وشويه زيت. رميت هذاك المزيج كامل فوق النار وديروا النار هاديه باش طيب على غرضها. كنت غطيتها هنا بالغطاء تاعها باش طيب كامل في الجوانب حتى تحمر. قلبتها الجهه الاخرى وطيبتها كيما راكم تشاهدوا على الوجه في زوج وجوه تاعها. هنا بعد ما طابت شوفها كيفاش تشهي، الله يبارك ما شاء الله. يعني تسخف اللي اصحاب اللي يحبوا المشوشه. هنا هذه المشوشه راهي صحيه بعد ما نشوفوا كيما جات محمره كامل في ليكوتي. وشوفوا اختاروا المقله اللي ما تلصقش باش ما تلصق لكمش كامل. يلا هنا بعد ما قطعتها، هنا بالعني قطعتها نقصت لي مورسو تاوعي انا اللي ناكلهم. انا ما ناكلهاش بالعسل، ناكلها استعملت هنايا دبس التمر. دبس التمر هو مفيد جدا اللي دايرين الريجيم ودايرين الحميه باش ما يزيدوش في الوزن. هنا راه السميد ديجا مفيد لاصحاب الريجيم. وهنا اوليو نستعملوها هنا بالعسل انا استعملت دبس التمر كما تشوفوا انا قطعتها. هنا راهي سخونه حباباتي، شوفوا كيفاش راهي تسخف وبنينه الله الله.
وهنا تقدري تستعملي الكميه اللي حبيتي، تقدري تضاعفي البيض راح تضاعف الحجم تاعها. قد ما يكون البيض والسميد هنا كون ما تستعملي تزيدي حبه تاع بيض تزيدي مغرفه تاع سميد معاها، راح تعطي لك كيما نقولوا العلو اللي تحبيها. انا ولادي وزوجي ما يحبوهاش بزاف خشينه، إبا درت لها مرقيقه كيما كنت تشاهدوا هنايا معايا. درت لها العسل، هنا عسل هو هنا بارد باسكو راهي هي سخونه. اذا كانت المشوشه تاعكم بارده سخنوا العسل من الافضل، ولا كانت المشوشه تاعكم سخونه ما كلا تسخنوا العسل هذاك ديروه ديريكتومون فوقها. شاهدوا معايا فوالا، شوفوا كيش راهي يدخل هذاك العسل كامل القلب تاعها. انا ما درتش بزاف كميه كبيره من العسل باسكو ما حبيتهمش ولادي ياكلوها بزاف حلوه كما راكم تشاهدوا لهنا. هاي لك شوفوا تسخف وتشهي يعني. تاني سمحوا لي اللي راهي تتوهم ولا راهي نافسه، تسمحوا لي حقكم في الجنه. هنا لهذوك لي مورسو اللي نحيتهم شوفوا واش استعملت فيهم. استعملت هنا دبس التمر كما راكم تشاهدوا معايا، درت 2 مغارف باش يعطينا الحلاوه طبيعيه فوالا، وناكلوها بلا من نبو الضمير تاعنا. لاصحاب الريجيمات راح يكون عندي وصفات اخرى للريجيم اللي راني نديرهم انايا، ولا حبيت نبارطاجي معكم الريجيم تاعي اللي راني نديروه خلوا لي تعليقات.